الهجومية المفتوحة أمام فريق نادي كفرنجة اللي ما زال كفرنجة حتى الآن يمتاز باللعب الجماعي، لكن مشكلة كفرنجة في عملية هي دخول في العمق الدفاعي. لكن سلامات لاعب فريق نادي كفرنجة. اللاعب يبدو سقوط مفاجئ على أرضية الميدان، إن شاء الله نتمنى السلامة الشفاء والعاجل. يبدو اللاعب عادل بكر، نتمنى ان شاء الله سلامات، يعني لا داعي للقلق، هو واحد من اللاعبين مميز ان شاء الله، بتمنى الشفاء العاجل. سقوط مفاجئ في ارضيه الميدان، نتمنى دائما السلامه والشفاء العاجل. يعني شوف طبيب الفريقين في ارضيه الميدان، طبيب فريق نادي السلط، طبيب نادي كفرنجة دخلوا في ارضيه، حتى اللاعبين دكه الاحتياط دخلوا ارضيه الميدان ليطمئنوا على زميلهم شقيقهم اخوهم، ايضا الزميل في الميدان، زميل في ارضيه الميدان وشقيق في ارضيه الميدان وخارج الميدان. هذه الروح الرياضيه العاليه دائما ان شاء الله. بتمنى سلامات للاعب المميز دائما عادل بكر، سلامات وكل التحيه واحترام رجال الدفاع المدني والاطباء المختصين مع كلا الفريقين، وايضا بتوجيهات ومتابعه حثيثه ايضا من المنصة الرئيسية للاتحاد الأردني لكرة اليد، وعلى رأسهم الدكتور تيسير المنسي اللي عم يتابع سقوط هذا اللاعب المفاجئ وعلاج هذا اللاعب أول بأول. هذه دائما اللفتة الكريمة، اللفتة الطيبة من المنظومة الرياضية. دائما نحن كنا أسرة واحدة، نتعامل بالمحبة بالاحترام، نتعامل بالتعليمات والأنظمة القوية، لكن في النهاية تكون الروح الرياضية هي الأحلى والأجمل دائما في ملاعب كرة اليد الأردني. كدور الثمانية السلط وكفرنجة تم إيقاف المباراة حتى الآن تقريبا مع الدقيقة 12 من أحداث الشوط الثاني 50 ثاني، للاطمئنان على سلامة اللاعب عادل بكر اللي ما زال ملقى على أرضية الميدان. نطمن الأخوة المتابعين حتى الأصدقاء والأحبة أنه لا داعي للقلق نهائيا. هنا إصابة تحتاج للراحة، تحتاج إلى هدوء. دخول رجال الدفاع المدني، شكرا اتحاد كرة اليد اللي الآن دخل إلى أرضية الميدان للاطمئنان على سلامة اللاعب المصاب. يبدو اللاعب عادل بكر. شفنا دكتور معين الشريف يدخل إلى أرضية الميدان بتوجيهات دائما من الاطمئنان على اللاعبين المصابين. دائما هيا الأخوة، هذه المحبة. ربما اللاعب عادل بكر سيغادر أرضية الميدان مع رجال الدفاع المدني، بحاجة للدفاع المدني إن شاء الله. نتمنى التوفيق ونتمنى السلامة العاجلة لهذا اللاعب المميز. سلامات، نقول دائما إن شاء الله دائما الصحة والسلامة للاعبنا. لكن شوف المنظر العام بصالة الأميرة سمية في المتابعة الحثيثة أيضا. ونتابع الآن رئيس الاتحاد الأردني